فاكر المهندس اللي قال لك تعالى اعمل لك الشغل بنسبه اشراف 20% وبعد كده قال لك تعالى نروح نعمل تجاليد؟ تعالى بقول لك هو هيشتغلك ازاي وهيدفعك دم قلبك وهيخرب بيتك. فكره التجاليد لما اتعملت نزلت بقت ترندي جدا عشان البدائل اتوفرت في السوق. البدائل غاليه على فكره مش رخيصه، يعني انت ما تفتكرش ان هو لما يقول لك تعالى نعمل البديل ان هو كده بيوفر لك. البدائل خصوصا بديل الخشب غالي جدا، لان الحته ال 15 سم دي على ما تيجي ترص لك حيطه بتلاقي صرفت معاك رقم كبير. بس الفكره ان هو بعد كده بيقول لك لا بلاش نعمل البدايل ويلا بينا نشتغل خامه طبيعيه، وتعالى بقى نتفرج على جمال القشره اللي مش عارف عامل ازاي والنجار والاستورجي وكل الكلام ده، ويبدا يسرسب منك فلوس واحده واحده. تلاقي نفسك جنب في حيطه صرف اكتر من 30,000 جنيه. طب هل انت اصلا كنت عامل حسابك في ميزانيه زي دي؟ هو اشتغلك من الاساس، وطول ما انت شغال البندره بتعد، النسبه بتزيد. النهارده المهندسين نفسهم بيعانوا من حته ان العميل بقى فاهم فكره النسبه، فبقى معترض على انك تعمل حاجه غاليه قصاد ان انت الحاجه الغاليه دي نسبتك بتزيد فيها، فبقى بيحسب الكلام ده بدري بدري. والمهندسين النهارده ندمانين عشان كده. هتلاقي ترند فيديوهات الايام دي بيتكلم على طول بيقول لك ايه، ما تخافش انا لما باخد النسبه انا بتحمل نسبه الهالك، انا بعمل مش عارف ايه بتاع الكلام ده. المكاتب المحترمه ما تقلقش منها، كده كده مفيش مشكله في النقط دي، انت بتاخد حقك وهو بياخد فلوسه. وكل الاشغال على فكره وكل طرق الحساب معتمد على فكره النسبه اصلا من الاساس يعني. بس هي الفكره النهارده في اللي لسه بيبداوا، الشاب اللي لسه متخرج واول حاجه راح يعملها راح يفتح مكتب تشطيبات ويقول لك تعالى اوريك وتعالى افرجك وتعالى اعملك ومش عارف ايه وبتاع، ويطلع راكب عربيه يتفرج يصور لك منها فيديوهات، ويطلع اي شقه اي بند شغال يقعد يصور ويقعد يتنطط على الصنايعي ويقعد يعمل شويه افلام عشان يجيب رجل. لايك وفولو واستنونا بقى في الفيديو الجاي عشان هنقول بلاوي اكتر من كده بكتير.